إذا هذا البوجغللو كمال المهوي تاع النهار يعني رايح للمغرب يستفز فيهم. الحمد لله أنه صدرت الأوامر بالأمس، بلغني أنه صدرت أوامر من أعلى السلطات، يعني من رئاسة الجمهورية، قال لهم قل له يدخل، ونظن أنه اليوم دخل الجزائر، إذا ما دخلش البارح في الليل اليوم دخل الجزائر، لأنني نقول له هذا كمال المهوي أنت غير مرغوب فيك في المغرب. لأنه البارح سألوني قال لي بزيرو شي يتحرض ضده، لا أنا بالعكس راني نبهته قلت له رد بالك راهم يحوسوا عليك في المغرب، قسم بالله غير عيني يرفدوه. لكن النظام المغربي لأنه ذكي والأمن المغربي لأنه ذكي ما حبوش يشدوه في المطار لا في الدخول ولا في الخروج، حتى لا يتم استغلال توقيف مراسل النهار لأغراض غير نبيلة هم على بالهم بها. بس قال لك موش وقته، ما دام جاء في إطار كأس إفريقيا احنا ماذا بينا ما يجيش، ولكن ما دام جاء خلي الزمار يدخل ولكن غير مرحب به. لكن المواطنين المغاربة لو كان يحكموك يا كمال في الطريق ولا في الصطاد راهم يعطوك الطريق حتى أكلاب. إذا نصيحتي ليك إذا مازلت في المغرب ازرب اخرج، بالرغم من أنني متأكد أنه تم إخراجه وليس طرده، خاطر ما يخرجش دوكا واحد يقول لك طردوه من المغرب، لا أولا ما يقدروش يطردوه لأنه ليس من مصلحة النظام المغربي أو الأمن المغربي طرد أي صحافي، لأنه وصمة عار، ما يقدروش يطردوه ولم يتم طرده، بل تم إخراجه يعني بأوامر من الجزائر. قالوا له عاود ولي، قطعوا له تذكرة عودة وقالوا له ازرب أرواح عن طريق تونس. طبعا ما كانش طائرة الجزائر، يروح عن طريق تونس ومن تونس يدخل إلى الجزائر. لكن واحد مثل هذا كمال مهوي من بين الناس المشوشين الذين يريدون الفتنة واللي مهمته قذرة. شكون اللي يبعثوا؟ الله أعلم. شكون اللي يبعثوا؟ قالوا روح دير الفوضى ودير المشكل. يكون واحد من الزريبة اللي طلب من هذا الصحافي تاع التلفزيون اللي قال له قول بالأمطار الأخيرة كشفت تواطؤ النظام المغربي، نفس العصابة نفس الكوري هو اللي قال كمال المهوي قال له روح ودير لنا شوية بوستيشات وقول بلي الحالة مش مليحة وتنظيم سيء وملاعب مش مليحة وكذا وكذا، لمحاولة تعكير صفو العرس. لكن هذا أمر غير أخلاقي.